جاء التراث تاع الجزائر قبل ما جا الاستعمار الفرنسي. واش كانوا هذاك الوقت؟ كان عندنا رئيس حميدو الرواس هذوما تاع اللي كانوا في البحر. اللباس تاع هذاك الوقت هذاك هو اللي الذوق لازم يعاود يرجع. واش مي لو بلوز امبورطون تاع هذيك لا بيريود هو كان السروال. السروال كانوا رجال يلبسوا سروال ونساء يلبسوا سروال، ما كانش حاجه اخرى. سان جيلي كور هو يعني النساء تري ديكولتي ويلبسوا تحتها كميزره، يلبسوا الشاشيه صغيره شويشيه صغيره هكذا. عندنا قناتيك الكراكو ولكن ماشي كيما نعرفوه دوق. كراكو قصير لي مونش محلولين يعني تبدل، كان بلو براتيك بور لو ماران. اللباس الجزائري بفعل العديد من الحضارات التي مرت من شمال افريقيا وبالجزائر تحديدا، من الويندال والرومان وبعدها الفتح الاسلامي، والذي بقي له الاثر الكبير فيما بعد. كل هذا النتاج جمعته الصحفية نفيسة الأحرش في كتابها تطور لباس المرأة الجزائرية، ووثقت فيه تطور لباس المرأة الذي كان بصورة أكبر في المدن. سروالي سروالي حضروا في حديالك، سروالي سروالك حضروا في حديالك، سروالي على شيها، سروالي سروالي حضروا في حديالك، سروالي سروالك حضروا في حديالك، سروالي على شيها، سروالي سروالي حضروا في حديالك. ما عندناش تصنيع، لانه مشكله التصنيع في الجزائر في كل شيء على كل حال، مشكله التصنيع مطروح، لانه هذا النوع من الالبسه لو كاين كثير خياطات وموديليست اللي قادرين يديروا لباس عملي وداروه، ولكن من يتبنى هذا الانتاج؟ لازم تصنيع، لازم دعايه، لازم شوفي كي تقولي لي على اللباس المغربي، الدعايه اللي موجوده على القفطان المغربي راهي وصلت عالميه، الفنانين الغربيين يلبسوه، الملكات الغربيات يلبسوه، لكن اين هو لباسنا من حتى التقليدي الجاهلي؟